على سيرة بقى المغرب، النهارده في ماتش مهم جدا، كلنا في حالة ترقب ما بين المغرب وبلجيكا. فيعني التوقعات ايه بقى يعني النهارده بالنسبة للمغرب من وجهة نظرك؟ شايف حظوظهم في الفوز ايه؟ ولو فازوا هيتأهلوا لإيه؟ المجموعة دي معقدة شوية لأنه أداء بلجيكا في أول مباراة قصاد كندا الحقيقة ما كانش هو ده الأداء المنتظر من بلجيكا اللي هو مصنف الثاني عالميا يعني، وخاصة كمان إن احنا كنا منتخب مصر كنا كسبنا على بلجيكا في المباراة الاستعدادية الأخيرة لبلجيكا قبل كأس العالم 2-1. والحقيقة إنه فعلا أداء بلجيكا قصاد كندا كان نفس برضه الأداء كده، كان واضح إنه متواضع، واضح إن في مشاكل كبيرة جدا فنية في الفريق، واضح إن في لعيبة كتيرة جدا مش في حالتهم، غياب لوكاكو، دي بروين مش قادر يشيل الفرقه لوحده، وهازارد بعيد جدا عن مستواه في ظل عدم مشاركاته، فكمان منتخب كندي كان ضيع ضربه جزاء. فمنتخب بلجيكي مش هيكون صعب على المنتخب المغربي، لا المنتخب المغربي قادر يكسب منتخب بلجيكا رغم ان هو مصنف الثاني عالميا، بس المنتخب المغربي قادر ان هو يكسب المنتخب البلجيكي ويتخطاه ويدي لنفسه حظوظ كبيره للتاهل. لو المنتخب المغربي كسب على المنتخب البلجيكي هنستنى كمان نشوف وضع كرواتيا وكندا، لانه انا اظن ان المجموعه دي حسمها هيتاجل للمباراه الاخيره وكمان للدقائق الاخيره. يعني ما تقدرش تقول لنا دلوقتي ايه حظوظ المغرب في حالة فوزها او في حالة التعادل؟ طبعا المغرب في حاله الفوز هتوصل ل4 نقاط وهتتخطى بلجيكا. هتستنى الناحيه الثانيه تبص على نتيجه كرواتيا وكندا، لو كرواتيا كسبت هتوصل هي كمان ل4 نقاط، كده المنتخب الكندي يودع رسميا. يبقى اذا مباراه المغرب وكندا في الجوله الاخيره خلاص انت بتلاعب منتخب ودع كاس العالم رسميا، فوزك في المباراه او التعادل بيضمن لك التاهل مباشره. فالمنتخب المغربي فوزه النهارده في مباراه بلجيكا اقدر اقول ان 90% المنتخب المغربي يتاهل لدور ال 16 لو كسب النهارده على بلجيكا. الخساره النهارده امام بلجيكا خلاص الامور ممكن تنتهي خالص، والمنتخب المغربي يودع في حاله ان المنتخب الكرواتي